يا نوفال. ايه يبا. خير يبا. تعال تعال يبا. تعال تعال تعال. مساء الخير. خذ خذ الهلا خذ. احرص عليه زين. وش هذا وش هذا؟ يا هلا. مساء الخير مساء يا الخير. هلا يا هلا يا هلا بالولف الغالي، يا هلا بالحبيب الغالي. ارتاح ارتاح. هلا وش اللي صاير الليلة؟ هلا 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 بحبيباتي. هلا هلا ببنياتي. هلا هلا هلا. ماني داري وش صاير الليلة. الرضا. يلا يلا هلا قومن قومن خلوه يرتاح. هلا هلا. قومن قومن روح نلعب من هناك. هلا والله هلا هلا بالغالي. يا ناس ايه معقول الا اسمعوا ولد على الدنيا طايح نجمة من السما الليلة. وش اللي صاير؟ لله يا ابو نوفال، ما هو غلط الوحدة تراجع نفسها وتعرف غلطها وتعتذر من وليفها. أنا يا ابو نوفال ما اللي بهالدنيا غيرك وغير العيال. تدري إيه وانا قلب الارنب وجاي ماشي رجل ورا ورجل قدام. إيه خايف تزعلي لاني اعرفك ما تحبي لحم الارانب. ابشر ابشر يا ابو نوفال، هسا أروح وأجهزه وناكله سوا. ولولا العيال معنا. ابشر ابشر. منحرم منك يا الغالية. جايب؟ شو تسوي عندك انت؟ يا نواف سمعت الكلاب وريقي نشف، شربت ميه. زين تعال تعال تعالي نامي تعال. زين زين انت نام هساج. يا عجايب. ايه يا مراهيب يا عجايب. يا خير يا خير يا خير. ايه حزامي وشبريتي وينه؟ انا ملاقيه. ها ها من قال ها؟ سمع. انشدك عن شبريتي وينها؟ وانا وش دراني؟ كيف وش دراج؟ انت رعية البيت هذا. جوز عياله. عيالي؟ ايه كان عيالي ما بي غير نوفال. يا نوفال ابعدي عن طريقي ابعدي. ايه يا نوفال. هويشل
بخير. هو رداد وينه؟ نحاس. نحاس؟ ليه؟ يا عم الشيخ عارفيني من المطاريد. يا ويل حالي، يا ويل حالي، خسرت عيالي، خسرت عيالي وخسرت جوزي وخرب بيتي. يا ويل حالي، يا ويل حالي. ونحاس رداد، انحاس انحاس يا بيي، يا ويل حالي، يا ويلي. رداد رداد. حتى الدمعة ما هي راضية تنزل من عيني، حتى تطفي لهيب قلبي. وش الهرج اللي تقوله يا اخوي؟ انت رحت له وشفته؟ ايه يا اخويا مرزوق، خرجت معه لكنه ما يسمع أبد. اللي براسه وده يساوي. يا اخوي انا اريدك بسالفه. خير، وش هو؟ انت يا اخوي تعرف انه ولدي سليمان هو الشيخ من بعدي. اي انا اريدك تنصحه وتدير بالك عليه وتشور عليه. ما تدري، جوز انه رب العالمين ياخذني الحين ولا بعد 50 سنة على اعمار بيد الله. من طوتني هالخرسة اكون مطمن على ولدي. الله يهداك يا اخوي، بعد طولة العمر ان شاء الله. هذه بساطتي لك يا اخوي، دير بالك عليه. وش الهرج يا اخوي؟ يجوز يومي قبل يومك. اقول خلنا نكسب صلاة الظهر قبل ما تفوتنا. وش رايك؟ يلا يا الله. بدي اسمع شي يفرحني. وضح، تعالي جاي، تعالي. صار شي ببيت الشيخ رداد؟ لا ما صار شيء. ما صار شي؟ لا. طب روحي، سود الله وجهك، ما صار شي. مليحة. علامك يا حرمة، ذهبت الزاد ولا بعد؟ تراني ميتة من الجوع. الحين ازحف. زين. عدي يا حرمة. حي الله والله عينهم. يا هلا يبا، يا هلا. هذول ماطرين الراس وعصاب الراس، هذول قهرين الخيل واللي عليها. ها قول لي يا ولد، طيه
يعونك يا شيخ. شلون الهمة؟ الهمة والحمد لله قوية، لكن عاد كلام وش فيه؟ قول. ينقصنا بواريد وعكاد يا عم. السنة جت محل، لكن اللي من الله حياه الله. حمد لله حمد الله على كل حال. لكن يبا هذا الشيء ما يمنع ان نظل دوم جاهزين ومستعدين لهم. هذا كلام سليم يا وليدي. سليمان، هاي ابو اريد احكي معك شوي. زين يا اخوي عطيه، انا بتروح مع الشيخ واعود ما توخر. زين ما يخالف. سلامة الله. شايف يا ولدي؟ شايف سبحان الله بخلقه؟ شايف يبا، سبحان الله خلق الكون وصوره بأبدع صورة. خلق الحجر، خلق المطر والشجر، خلق الماء والكلى، خلق الإنسان والحيوان، وكله بميزان. سبحان الله. تدري يا ولدي، هذه عند رب العالمين الدنيا كلها ما تعدل جناح بعوضة. السبب يا ولدي ما اريدك تشتري هالدنيا الفانية. هذه دنيا غرورة، وإياك وصيتي لك، إياك ثم إياك إنك تظلم أحد. ترى الظالم عقابه عند رب العالمين كثير. بعدين أريدك يا ولدي تسمع من الصغير قبل الكبير، هي وبالحق تكون حازم وما تهاب أحد. بعدين أريد أقول لك بعد إنه اللي يخاف ربه لا تخاف منه ولا تخاف عليه. يم سلم له. أي واحد انت تشوفه يخاف ربه لا تخاف منه. يا يبا الله هداك، وش لزوم هذا الكلام الحين؟ ليه؟ يا وليدي أنت الشيخ من بعدي. بعد عمر طويل يا ابوي، الله يطول عمرك ويديمك ويعطيك الصحة والعافية. ولدي هداك الله، العمر انطال ولا قصر هذه بيد الله. بعدين يلا حي ساعة لابد منها. اسمعني زين يا ولدي، أريد أوصيك إنك صلة الرحم لا تقطعها. بعدين تكون دلال حرمة لين مع الحريم. يا يبا علامك، وش فيه؟ يبا لو دامت لغيرك ما جتك. بعدين يا ولدي حط بين عيونك دوم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قم توخرنا على عيالك. قم يا ولد. يلا يلا يا الله.
يوم وصلنا وادي السلاحيم واخوك سالم واشوف غزالين قدامه وصيد الاول وراه الثاني يوم تعشينا عشاء زين دس. وش بدي اقول يا اخوي سميحان؟ قول طال عمرك. ما عمرك بيوم التقيت او قعدت او تكلمت مع هذا اللي يسمونه الوجيه ما شفته؟ لا بالله طال عمرك ما صدفته ولا شفته، لكن اسمع عنه سوالف كثيره. نوبه يقولوا انه يصارع الذئاب، ونوبه يقولوا انه يصيد الضباع، ونوبه يقولوا انه يغزي المطاريد من حاله. لكن ما ادري عاد ان كانت هذه السوالف صحيحه ولا ما هي صحيحه. ونسمع بعد انه فارس ولا كل الفرسان وما يهاب المنايا، لانه رجل ولا كل الرجال. وهذه سالفه الظبيان. مقصود منك يا شيخ. الله معكم، تصبحون على خير. يا هلا وسهلا. اسمحوا لنا طال عمرك. اقعد يا سميحان، اقعد اقعد يا سميحان. انت الحين من اهلنا وربعنا، ودي اسالك، قاصرك شيء؟ ناقصك شيء؟ محتاج شيء؟ بالله ما قصرت، كفيته ووفيته، وسالم بعد ما قصر. يا هلا يا هلا ورحب. حيا ودوه.
تصبح على خير طال عمرك. تلقى الخير يا سميحان. على هونك على هونك يا اخوي. تريد شيء يا اخوي؟ تسلم تسلم يا سالم. يا تصبح على خير. تصبح على خير يا حياك الله. هلا وسهلا. راح تريح يبا، راح تريح. الله يعطيك العافيه. علام البنات يبكون، علام البنات. لا نامي برضك يا وصايف. تعالي يبا تعالي، تعالي جاي. وصايف وصايف وصايف. وش هالهرج؟ انت انهبلت يا ولد؟ عمك بين الحياة والموت، بحالة تصعب على العدو قبل الصديق، وانت قاعد تهذر بسوالف شينة وفاضية؟ الشيخة سوالف شينة وفاضية يبا؟ بس ساعة سد اسمك، ما اريد اسمع كلمة واحدة بالموضوع، تفهم؟ يبا هذا حقنا، وانت اللي لازم تصير الشيخ بعد عمي مسرور. ترى سليمان ما يصير شيخ وانت موجود، الشيخة لك بعد اخوك. وش هالهرج يا ولد؟ انا صحيح ما عرفت اربيك زين، لكن يكون بعلمك الشيخة ببيت عمك مسرور، وما تطلع منه ابدا، ما تطلع منه ما زول ولد عمك سليمان موجود فيه، تفهم؟ لا ما افهم يبا، ترى سليمان إن صار شيخ في براسي سوالف كثيرة وما هقيت انها تطيب خاطرك. نسلم عليك. أعوذ بالله من الشيطان. وش هالولد هذا؟ يا رداد يا رداد. تعالي يلا. الله يسامحك يا رداد، وايش اللي تسويه بروحك؟ الدنيا غرورة يا اخوي، وهي هيك حياة وموت. ادعي لها بالرحمة، ادعي لها. الدايم الله يا سهل، الدايم الله. والنعم بالله والنعم بالله. كلنا على هالدرب راح نموت. بعدين انت اخوي الشيخ العاقل الحكيم الفهيم اللي الناس تجيه، ما يصير هيك. يلا يا اخوي قوم قوم توضا وصلي ركعتين لله تعالى، وادعي لها بالرحمة، وادعي لنا بعد. ترى يا اخوي حنا بحاجتك يا رداد. يلا يا اخوي قوم توكل على الله، توكل. يلا تسوي؟ تعال تعال شوف العشبة السامة اللي ماتت حرمتك بسببها. تعال. وش؟ عشبة سامة؟ وانت من متى تفهم بالاعشاب السامة يا سالم؟ سالم انت تقول انه وصايف يذبح؟ لا لا لا، وصايف لا يمكن تعمل هالشيء يا شيخ رداد. وصايف المسكينة كانت متضايقة نفسها بعيد. عشان هرجة مليحة. انت وش اللي تقوليه؟ وصايف كانت تطلب طولة العمر لاجل تفرح ببناتها. ما ظن ان وصايف تعمل شيء يغضب رب العالمين. انت تقصد بكلامك يا سالم
أنا في أحد تعمد اسمها؟ جيت أتطمن على البنات. جيت تطمني على البنات ولا على فعلتك شينة؟ انت انجنيتي؟ شلون تهرجين مع الحرمه بالطريقه هذه؟ واقول اكثر بعد، هذيك 3 وصايف. وإيش هالهرجة مليحة؟ اقول لك هذيك 3 وصايف. هذا انت وش اللي تقولي لي؟ انا ماني فاهمه شيء. وش السالفه يا ولدي؟ السالفه انه بي احد لعب براس وصايف وسقاها العشبه السامه. انا شفتك بعيوني هذول تعطيها العشبه. جدا هذا الكلام ما صار، وربي شاهد علي، وربي شاهد علي، هذا الكلام ما صار. يا ام علي، يا ام صالح، تعالي جاي يخذنها. لا تصدقها يا شيخ، لا تصدقها. وصايف مثل بنيتي واغلى من روحي بعد. منك لله يا مليحه، منك لله. حسبنا الله ونعم الوكيل، وافوض امري لله، وافوض امري لله، وافوض امري لله، وافوض امري لله، وافوض امري لله. ويش ودنا نسوي بيها؟ القصاص. خلها بالخربوش لين تبان السالفة. ليه يا شيخ رداد ليه؟ اقول لك شفتها بعيوني، اعطتها الوصفه وقالت لها ما تعلم احد. كيف يصير هيك وانت معهم؟ ما كنت معهم، كنت ورا البيت. ويش تسوي ورا البيت؟ كنت جاي اطمن على وصايف. حين دخلت عليهن كني غريبه، غيرن السالفه. وليه ما علمتيني قبل؟ ها؟ وليه علمك يا سالم، هرج حريم. خلنا نشوف البنات. روحي. يا اخوي، وش نسوي الحين؟ قويت يمه. قويت يا بنيتي. هلا بيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. تدرين يا العنود، أنا ما صدق إن وطفة تسوي هالشي. وطفة تنكر، مليحة توكل، والله أعلم من الصادقة بيهن. أنا خبري إن وطفة حرمة صادقة وما هي كذوبة. يجوز وطفة وصفة العشبة وهي ما تدري إنها سامة. وانت تدري المرحومة كانت متعطشة لجل تجيب عيل وتسعد رداد. بس رداد يدري إن هالشي من الله، ما هو من الحبد. ما حد يدري ويش بين الحرمة وزوجها غير رب العباد. ويجوز المرحومة قالت أجرب حظي بهالعشبة. إيه يجوز، لكن هسا المسكينة وش مصيرها وطفة؟ تفضل. يلا. القاضي غالب يقول هذه عشبة سامة، واللي يشرب منها يموت. يسلم راسك يا شيخ. أسلم دينك وإيمانك يا الحكيم. يا شيخ، هذه العشبة ما هي قريبة من هذا المكان، واللي جابها من مكان بعيد. قريب ولا بعيد، العشبة هذه تسببت موت حرمتي. لما قلت لي يا سالم وطفة قالت شيء، اعترفت شيء، ولا بعدها تنكر؟ ابعدها عن كلامها وتنكر، مهي قابلة تعترف. يا شيخ رداد، أقول لك أنا شفتها وهي تعطي الوصايف العشبة المسمومة. تحلف يا مليحة على كتاب الله أن هذا الكلام صحيح؟ يا شيخ رداد الحق، بنتك طاحت وسال دمها. بنتي يا سالم، بنتي. قويت يا الغريبة. قويت. أول مرة أشوف رجال يملي القربة من العين. الوالدة عجوز كبيرة ما تقدر تجيب الماء. وحنا وين رحنا يا النشمة؟ انت وش اسمك؟ وش لك باسمي؟
الجيران يعرفوا أسامي بعض، والحقيقة أنا ما أحب وما أريد أناديك بالغريبة لأنك قريبة كثير. قولي وش اسمك؟ إن كنت فطين تراك تعرفه، إن زال أول حرف منه زال باقي حروفه. غزال. بلعون إنك غزال. إي بالله اسمك غزال، ما هو صحيح؟ إيه صحيح. الموت لا من زار ناس عزيزين، يجرح قلوب اللي فقد غالين. مرحوم يا من راح والقلب مسكين، ما غيره يده تمسح دموعين. الله خلقنا طين ونعود للطين، والموت كان وكلنا شاربين. يا شيخ مسرور، رحمة الله على روحك. الله يرحمك يا شيخ مسرور، عظم الله أجركم. الله يرحمه، الله يرحمه، رحمة الله على روحه. الله يرحمك يا شيخ. الله يرحمك يا شيخ. انت لو ايش لحقني يا اخو؟ وش تريد مني؟ انت عليك عرف، واريد اتوكد من عرفي. انا ما حد يعرفني. الايام تمضي يا شيخ سليمان. المتى ودك تظل على هالحال؟ الشيخ مسرور رحمة الله عليه علمني بالسالفة كلها. عيالك
متوكدين ان ابوهم ما دز رجال للموت، كان قضى وقدر. ارجع لديرتك يا شيخ، اهلك وربعك بحاجتك. وش تقصدي؟ أقصد تذكر يوم شفتني وحبيتني وحبيتك وقلت للشيخ رداد ودك ياني حرمة لك، لكن الشيخ رداد دري إني عجايب أختي، دري عن فعايلها. تذكر وش صار؟ كان رافض، وحين ما تزوجت غصب عنه قطعني. إيه؟ لكن بعدها يوم شاف إني مسكينة قال ما يصير ناخذ مليحة بذنب اختها ورضي عنه. انه شيخ الديرة وحكيمها بعد. لكن انتي وين ودك توصلي؟ ودي اقول يا سالم انه سليمة بعد مسكينة مثلي وما لها ذنب بفعايل امها. ويش دخل سليمة بسالفة رداد؟ انا ما جبت طاري رداد. ما فهمت. يا سالم ارجعك، انت رجل وقفت قدام كل الناس لاجل اللي تحبها، وانا بعد احب بنت اختي وودي اياها تعيش هان. وش تعيش بيننا؟ وش اللي تقوليه يا حرمة؟ يا سالم ارجاك، ودي اياها تعيش مثل الخلق والناس. ارجاك اسمعي، هالحين ما هو وقت الهرج، هالحين وقت النوم. يلا جهزي الفراش والدنام. الله يديمك فوق راسي. كل من ينال نصيبه بهالحياة. كثيرين يعيش الظلم وتبدل أحوالهم، بعد ما يكونوا بأمان صاروا بويل وخوف، وأنا واحد منهم. إيه، القدر دفعني لهذا الحال، واللي دفعني قسوة القلوب، الظلم، الويل اللي كنت عايشه. ومن من اللي كان مسمي حاله أبوي، ومن اللي كان يربيني ويرعاني. ما أدري ليه إني حاسس بزعل على موت مسرور. أنا عمري ما حبيته ولا حبيت أبوه ولا أخوه. أنا ليه زعلان عليه؟ هم اللي حطوا جوا صدر الزعل والغضب والحقد. أنا لازم أشلع محبتهم من صدري وأزرع مكانها نار تحرقهم وتحرق كل شيء حواليهم.